الطعنة من القريب توجع أكثر، هكذا قال أهالي حلب بحرقة قلب الذين سرقت منازلهم بالكامل من قبل البعض ممن حملوا السلاح بحجة الدفاع عن الوطن، مستغلين انشغال الجيش السوري بمحاربة الإرهاب ليسرقوا أو ليعفشوا ويشولوا كما يقولون ممتلكات المواطنين الذين ما ذنبهم إلا أن جنوها طوال عمرهم. بتشوف بعينك قدام عينك وعم يسرق قد ما تسجل تحكي معه، ما في بناية إلا ما كلها مفشوشة، ما في ولا بيت صاغ وعلى مرأى العين وما بتحسن نحكي. العالم كله عافت بيوتها وراحت، رجعت يعني ثلاث ارباع الخلق راحت بيوتها. ما شالون يا اخي، شالون المسؤوليات كلها. واللي راح له التلفزيونات واغراضه وكيميائيات، واللي راح له مصاري، واللي راح له كذا. لو جيش عربي سوري ما بنشر، وكما شو الجيش كما شو كم واحد وسلموه للمخفر. بعد يومين ثلاثه بنجي على البيت نلاقي البيت مكسور، باب الحديد الخشب مكسرينه، شايلين مولده، ست جراد غاز، بلازمه 42، الله سي دي، طناجر، لبس جديد، ما عايفين شيء طاول، كاسه كسرينه. يعني شاء عمرنا، انا صار عمري 50 سنه، اللي كشته في عمري كله تيجي تلاقي ما في. مولده طولها 200 كيلو منزلينها من على الدرج، باب كاسه كسرينه، بنايه كامله تنفش وهون ما حدا يشوفون، شيء غريب. ونحن سياراتنا فاضيه على الحواجز ولا افتح الباكات، وهذا اللي ناشل هالنشل كله ما حدا عم يشوفون. والحمد لله الله يحمي الجيش، وهذا المنوله ما طلع شيء بايدنا، شيء طابق. كسروه هذا ما يسرقوه، مثبت البراغي كسروه. نعم. يعني ما انه ما تركوا بحاله، اخذوا الغاز، اخذوا هون في ميكروويف، في براد مي هون، وفي يعني في كثير. هذا البراد طبعا جديد اجى على البيت، كان في براد غيره راح. سرقنا بيوت فضت كانه يعني مفتوحه على الخلا، بالليل بيجوا الشباب لحالهم تنظيف ماشي يتقوا الله، يعني متى يموت ما عم بيعرف، يروحوا على الجبهه احسن ما بيجوا له. مزبوط لا شو عمرنا راح. هلا انا بجيب بدي اطالع اغراضي واطلع، بدي اطالع اغراضي بقول لي يجيب ورقه من المختار ويجيب ورقه من المحافظ، هدول شلون عم بيطلعوا من غير ورق؟ البيت انسرق منه سباج، انسرق منه شاشات البلازمه، انسرق منه جراد الغاز، انسرق منه ادوات كهربائيه، ساعة الكهرباء في كيلون، ساعات المي سرقوهم كلهم. طب واحد بيرجع على بيته شلون بيرجع ما في ساعة مي؟ شايف عينك هاي البيت معرة، هاي الكونديشنات مفكوكة، بيت فاضي ما في شيء طاوي، الكهرباء مفكوكة كلها، اللوحات الرئيسية كلها مفكوك، ما في شيء طاوي، كله تكسير. الجبسين هذا كان ما فيه شيء، جبسين كسرينه مشان ياخذوا الكهرباء. طب كيف عم تفكوا؟ عم بيفشوا الابواب؟ عمال بفشوا برصاص، بضربوا برصاص البواب حديد. هلا بورجيك بواب حديد ضاربينه برصاص مكسرينه. بنطالب المسؤولين يجوا يشوفوا الوضع على ارض الواقع، ما هن بعيدين يحكوا. ما بدي احكي شيء، الله يرضى عليك، شكيت امري لله بس، وشكيت كل شيء سرق وكل شيء خرب شكيته لله. لبسنا نشلونا اياه مفضين كل بوجه، الغرض الكويس اخذينه والغلط دايسين عليه كله. احنا نازلين من هذاك الجناب خربت حوشنا وردينا جينا لهون بركين حوش كره، ورجعوا خربوا بيتنا دور ثاني ونشلونا اياه. دواعش الداخل يسيئون إلى سمعة الجيش وهو أول خطوط الحمر، ويسيئون إلى صمود حلب وأهلها محاولين تشويه انتصارات أسطورية، إلا أن كل ما نتمناه من الجهات المعنية المختصة الضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بسمعة الجيش السوري وسرقة أموال المواطنين. بدر جدعان، سوريانا FM، حلب.